تليفون احمد. طيب معنا تليفون احمد ابن خالد سعيد. البقاء لله يا استاذ احمد. الو الو. ايوه معاك انا. البقاء لله يا استاذ احمد. البقاء لله وحده. قول لي ايه اخر تطورات الموقف عندك دلوقتي؟ هو حضرتك التحقيق فتح من اول وجديد. المحامي العام بيحقق فيه. في هيئه ثلاثيه لتشريح الجثه من اول وجديد. علوا لي الصوت شويه يا شباب عشان انا مش سامع. في هيئه ثلاثيه لتشريح الجثه من اول وجديد، هتطلع بكره الجثه، هينقشوا التربه ويطلعوها بكره. هيطلعوا بكره الجثه تاني؟ باذن الله. للتشريح؟ في لجنه ثلاثيه عشان تشرحها باذن الله. اللجنه دي بين مين ومين ومين يا استاذ احمد؟ هو مش عارف حضرتك، بس هي هتطلع من القصر العيني من القاهره. من القصر العيني من القاهره، تمام. يعني لجنه ثلاثيه محايده. محايده طبعا. تمام. دي بناء على طلبكم؟ بناء على طلب النيابه والمحامي العام. تمام. طيب خالد حضرتك قالت في الجمهوريه النهارده، في الاهرام النهارده، انه ابن خالتك كان بيشرب مخدرات. بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. حضرتك عارف ان مفيش شاب في مصر ما شربش مخدرات. لا انا ما شربتش. بس هو بص اقول لحضرتك على حاجه. هو يعني على لسان امه حصلت قبل كده مرتين او ثلاثه، بس مش اللي هو كل يوم، مش مدمن، مش زي ما هم بيقولوا. يعني مثلا لو كنا في فرح ولا حاجه، انت عارف الافراح في مصر والافراح البلدي، وانت فاهم الدنيا في يعني نقول ان هو بيشرب زي ما بقول كده بالبلدي فرايح، يعني فرايح، ما بيشربش متعاطي. مش متعاطي. فرايح كده، مش نشاطه. فاهمني؟ هو راجل بروجرامر كمبيوتر، بيحب الكمبيوتر جدا، ما بينزلش من البيت اصلا. قاعد على النت على طول، دايما في برامج تانية. موضوع الخدمة العسكرية، لا هو أدى الخدمة العسكرية. وفي شهادة بده هي نازلة في الموضوع بتاعنا في اليوم السابع. هاتالي هنا. بالظبط اللي هي قدام حضرتك ديت. امبارح طبعا. تمام. دي بتثبت ان هو أدى الخدمة العسكرية او